أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست يبان عادي. النهاردة هاخدكم معايا في رحلة كلنا بنعيشها ومش بنعرف نتعامل معها، رحلة ان انا عايزة اكون النسخة الاحسن من نفسي، وبتعرض للصراعات وبيحصل لي حاجات بتعطلني وبعطل في النص. انا عايزة اكون النسخة الاحسن ولا عايزة اكون النسخة المثالية؟ النهاردة معايا لايف كوتش هنا احمد ومؤسسة سيف سبيس، وهي هتخوض معانا الرحلة دي وهتشرح لنا اكتر نعيشها ازاي. هنا مبسوطة جدا ان انتي معايا النهاردة. وانا كمان يا يسرا جدا. الاول يا هنا، ايه سيف سبيس والفكره جت منين؟ بصي، هي سيف سبيس هي مجرد بس انا بحاول افهم اي حد هيشاركني رحله الهيلينج بتاعته ان انا هديله مكان امن. عشان مبدئيا عشان اعرف تهيل اي حاجه في الدنيا لازم احس بالامان. فالامان ده متمثل في المكان اللي انا I'll provide for him for the space ان هو يقدر يشار فيه كلام احاسيسه مشاعره افكاره كل حاجه عدى عليها، عشان هي بتبقى حاجه مش سهله خالص بالنسبه للبني ادم انه يروح لحد ما يعرفوش يقول له التروماز بتاعته، يقول له الانر ثوتس اللي محدش يعرفها خالص، يقول له الانر فيلز اللي محدش يعرفها خالص. ففكره سيف سبيس ان انا اوريدي بقول لكم انا قاعده معاكم، انا عندي complete empathy، انا شايفه اللي انتوا شايفينه، انا حاسه اللي انتوا حاسينه، there is no judgment whatsoever، وانا مستعده اخوض معاكم الرحله دي. فذاتس a safe space. فعلا الواحد بيحب يحس بالامان قبل ما يتكلم، بس هي الرحله طويله يعني. الرحله انا لو انا هاخدها من الاول وهتقولي لي البني ادم بيعيش مراحل، مرحله الطفوله، مرحله التينيجر، بعدين بخش في علاقات، بيحصل لي صدمات، وبعدين بشتغل وبصطدم كتير. طول ما انا ماشي محتاجه اتعافى. بس خليني ارجع من الاول خالص، اللي انت دايما بتتكلمي عنه، الطفل اللي عاش ده وكبر معانا وهو لسه موجود جوايا، الانر تشايلد. انا محتاجه اتصالح معاه هو الاول، محتاجه اعرف ده الاول. في رحله التعافي دي بنبدا من هنا. بصي، هو انا ناس كتير قوي بتجيلي مثلا سيشنز تقولي انا عايزه اغير الكارير بتاعي او انا ستاك في ديسيجن معين. بنسبه كبيره قوي بنحتاج نرجع للانر تشايلد، والانر تشايلد ده جزء لا يتجزأ منك، ده كل المشاعر الريبرست اللي انتي مخزناها من الطفوله بسبب حاجات حصلت لك انتي كطفله ما عندكيش الكوجنيتيف ابيليتيز ان انتي تفهميها. فممكن تخزني المشاعر دي في جسمك، وممكن كمان based on it تعملي defense mechanism. ايه defense mechanism ده؟ انا وانا طفله انا مش فاهمه، انا بشوف كل حاجه انا سيلف سنترد، انا شايفه ان كل حاجه انا السبب فيها، انا محتاجه احمي نفسي. ما عنديش فكره ان انا مثلا لما رجعت البيت لقيت اهلي بيزعقوا ان انا مش السبب، انا السبب. لا، انا السبب. ما عنديش فكره ان مثلا مامتي مودها وحش النهارده او هي مش، ما عنديش الكوجنيتيف ابيليتيز دي. فالاطفال انوي لما بيشوفوا ده مش عارفين تو بروسس ده، ولما ما عندهمش كير تيكر يعرف يهديهم، يهدي الايموشنز بتاعتهم، يهدي الجهاز العصبي بتاعهم، فبيضطروا ان هم ياخدوا ادوار او يعملوا ديفنس ميكانيزمز عامه ان هم تحميهم. طب انا دلوقتي حاسه ان مامتي او بابايا مش عارفين يحموني او مش عارفين يتعاملوا مع المشاعر اللي انا حاساها دلوقتي، طب انا محتاجه احمي نفسي. فببتدي اخلق زي شخصيه anyway. الشخصيه دي بتبتدي تكبر معايا لغايه لما تبقى هي دي اللي بتقرر قراراتي وبتدخل في علاقاتي هي اللي بتليدني. فانا محتاجه ارجع لها. ليه بقى؟ محتاجه مش ان انا اتعامل معاها ان هي حاجه وحشه، ولا اتعامل معاها ان هي حاجه انا I need to heal you. لا، انا محتاجه افهم الاول، محتاجه ارجع للطفله دي. طب انتي لما الحدث ده حصل انتي كنتي حاسه بايه؟ اديها المساحه الامنه ان هي تحس، ان هي تعيط، ان هي تحس بانجر، ان هي تقول اللي جواها من غير شيم. ان برضو احنا عندنا مشكله ان انا مثلا ايه، عارفه الاطفال احنا دايما واحنا بنعيط ما تعيطيش، لا انتي عملتي كذا، ما تقوليش كذا، ما تحسيش كذا، انتي غبيه، انتي انانيه. الكلام ده كله احنا بناخده very personal كاطفال، ما اعرفش افرق بينه وبين الحقيقه. فانا لما يتقال لي وانا طفله ما تعيطيش، انتي اديتيني اوردر ان انا ما اعيطش. لا، وبتقلي من مين؟ طبعا بتقلي من اهلي، اللي هم المفروض ان دول اكتر مكان امن ليا، هم دول الكير تيكرز بتوعي. فانا لما يتقال لي ان انا ما اعيطش يبقى انا اتقال لي ان انا ما ينفعش ابين مشاعري،
يبقى انا مشاعري مش مهمه، يبقى انا اي حاجه انا حاساها I need to repress. طب محتاجه اعمل ايه؟ محتاجه اعمل عكسها. فهتلاقي مثلا في نفس البيت هتلاقي مثلا ايه، هتلاقي مثلا اختين، هتلاقي واحد طالع people pleaser ده defense mechanism، والتاني طالع rebel وبيعمل مشاكل ده برضو defense mechanism. الاتنين عايزين attention بس in different ways بطريقه مختلفه. بالظبط. فاول ما تلاقي ان في حد overdoing في responsibility rescue، طفل مسؤول قوي معتمد على نفسه بزياده ما بيعملش حاجه غلط، ده مش طبيعي. ولما الاقي حد برضو بيعمل عكس ده مش طبيعي. ان الطبيعي ان انا بعيش المراحل العمريه بتاعتي زي ما هي، طبيعي ان انا طفله، فطبيعي ان انا اعيط، طبيعي ان انا ابقى مش فاهمه، طبيعي ان انا اقول كلام غلط. طب ويبقى البيرنت بتاعي بيجايد مي، بس بيجايد مي with love with care with empathy. طبعا يبقى فيه discipline، بس الديسيبلين في الحته الصح بتاعته، مش discipline في الحاجات اللي غير مبرره. يعني كل حاجه صغيره بتحصل وانتي صغيره بتكبر معاكي طبعا في كل حاجه. طبعا وبتلاقي نفسك يعني دايما عندنا كده في ال NLP Neuro Linguistic Programming. واللي مش فاهم يعني ايه Neuro Linguistic Programming، هو basically في عندك narrative، كل واحد فينا عنده narrative او language دي في السبكونشس بتاعه هي اللي بتخليه يعيش بطريقه معينه ويشوف نفسه بطريقه معينه ويشوف الاخرين والعالم بطريقه معينه. فالناريتيف ده هو اتكون وانتي صغيره. زي ايه مثلا؟ زي مثلا لما بنقول مثلا عملتي حاجه، كسرتي حاجه، انتي غبيه، انتي ما بتفهميش، انتي انانيه. فانا الناريتيف ده اتخزن عندي خاص في اللاوعي. فببتدي مثلا من 7 ل 14 الاحداث اللي بتحصل في حياتي هي اللي بتكون الفهم ده او الناريتيف ده او اللايف سكريبت ده. بعد 14 بنبتدي احنا تو مانيفست، بمعنى ان انا بحط نفسي في مواقف تخليني يحصل لي اللايف سكريبت بتاعي اللي انا اصلا حافظه في اللاوعي. حتى في العلاقات هتلاقي مثلا ان انا دخلت في علاقات كتيره قوي البارتنر بتاعي emotionally unavailable، زي مثلا one of my parents، او الاقي شبهه بالظبط، او الاقي مثلا ان كل علاقاتي بتحسسني بنفس الاحساس الانر تشايلد كانت حاسه بيه وهي صغيره. فin a way I'm attracting this because this I have a hidden loyalty لللايف سكريبت ده اللي انا كونته اللي هو في اللاوعي بتاعي. فعشان كده بدايه الهيلينج اصلا ان انا افهم ايه اللي حصل، ده لوحده ده first step. طب افهم ازاي ان انا محتاجه هيلينج اصلا؟ مبدئيا بصي، في فيلوسوفر كده صوفي عربي مشهور جدا اسمه ابن عربي. كان مره قال في كتاب حاجه كده حلوه جدا 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 جدا. هو بيقول لك ان انت البني ادم از كينجدم. خلاص، بني ادم ايه؟ بني ادم از كينجدم، انت مملكه. فالمملكه دي محتاجه زي مدير، مش مدير يعني، محتاجه زي ملك ومحتاجه الوزير بتاعها، وفي السولجرز في اللي جوه المملكه. فبيقول لك لما بتلاقي نفسك عندك ستريس، عندك انكزايتي، عندك قلق، مش عارف تاخد ديسيجنز، اعرف ان في خناقه جوه. الخناقه دي بتبقى ان كل واحد مش بيعمل دوره. طيب مين الملك؟ الملك هو مين؟ روحك. طيب مين الوزير؟ مخك. يعني انا باخد الاوردر من روحي والمخ بينفذ بالظبط. طيب روحي دي اللي هي ايه؟ روحي دي believe it or not big part of الكونكشن بتاعنا لروحنا موجود في الانر تشايلد اصلا. طبعا ده divine child. الديفاين تشايلد ده اللي فيه الديفاين ابيليتيز بتاعتنا، فيه الكرياتيفيتي بتاعتنا، فيه السر بتاعنا، السر الاكزيستنس بتاعنا. ما كل واحد فينا whether we like it or not، بعيدا عن اهلنا، بعيدا اتربينا فين، اتولدنا فين، ربنا اختار ان انتي تتخلقي، فانتي مهمة. الانرجي بتاعتك just sitting where you are right now is very important very important. السر ده عند الانر تشايلد، مش عند الكبيرة اللي مضطرية ان هي تبقى تappear in a certain way، عليها conditioning من كذا مكان، في layers كتيرة قوي. لا، it's from the inner child. فأنا لما بقفل الinner child I'm not connected to my inner child، بقفل كمان my divine child اللي هو فيه السر بتاعي، اللي هو actually هيوقف لي الحرب أصلا. yes. يعني هو اللي هيوقف الحرب طبعا. طب انتي قلتي أكونكت مع الانر تشايلد. yes. ازاي؟ بصي موضوع بسيط قوي. انتي فكري كده، لو ولادك حد منهم
متضايق، هتكونكتي معاه ازاي؟ عندك كذا طريقه. عندك ان انت تروحي تقعدي جنبه وتبصي في عينيه، تعملي كونتاكت، تمسكي ايديه، تحضنه، تديله سبورت، ابعت له مسج، اكتب له حاجه، واتكلمي معاه مش for the sake of ان انت تصلحي له حاجه، at least at the beginning for the sake of ان انت تفهمي هو متضايق ليه، هو ايه اللي بيحصل جواه، وتحسسيه that it's okay ان هو يحس اللي هو حاسه، وفي نفس الوقت ناخده من حته ان هو الايموشنال رينج اللي هو حاسه ده لحته السكينه، لحته السكون. ده دورك ككير تيكر. طيب انا اعمل ازاي ده with my inner child؟ احنا في ال NLP بنستخدم lots of visual exercises ان احنا نرجع actually ل certain events that were traumatic ليكي وكونت جزء كبير من شخصيتك، بنرجع لها وبنغير الناريتيف. فانت اكنك بتتخيلي ان انت دخلتي جوه الايفنت ده as your adult self and you are taking care of your inner child. عشان في الميموري دي الكير تيكر البرايمري ما عرفش يعمل ده. فانت بترجعي بتقعدي معاها، بتفهمي هي كانت حاسه بايه وبتبصي لها. خلي بالك ان الستاب دي انا بقولها كده شكلها سهل، بس هي مش سهله. لا هي مش سهله خالص. يعني انا دلوقتي بحاول اريكول موقف ضايقني او وجعني، اصلا اتضايقت وانا بفتكره. طبعا وعايز اقول لك بيحصل ناس كتيره قوي ان احنا بنرجع لانر تشايلد ومش عايزين يبصوا لها اصلا. اصلا ممكن انا مش عايزه ابص لها، انا ما بحبهاش. بيبقى لازم يوصل في الاخر، لازم نوصل لمرحله ان انت خلاص انت حاسه بامباثي، حاسه بيها، مش طايقاها، وانت اصلا كنتي وحشه، انت اصلا كنتي غبيه، انت اصلا كنتي كذا، انت كنتي السبب في ده، وانت كنتي السبب في ده، ما انت اللي كنتي بتخلي اهلي يعاملوني كده، انت بغبائك، بوحشتك، بوات ايفر ات از. ففي ساعات احنا اصلا رافضينها. ايوه احنا اصلا رافضينها. فمبدئيا انا لازم ابتدي احبها، لازم ابتدي احس بيها، افهم هي كانت حاسه بايه، اشوف الدنيا من عينيها، تو اكنولج. عارفه اللي هو ايه؟ بديها مقام. انا مديكي مقامك، انت يو اكزيست، بالعكس and you're beautiful and you have lots of divine abilities، وانت حلوه، انت بجد حلوه، وانا شايفاكي حلوه ومحسساكي بده. ف this is the first step. دي اصلا لوحدها journey. يعني ما ينفعش امثلها، يعني we need to do it over and over and over again. وبعد ما بعمل ده ببتدي اول step ان انا ابتدي I parent my inner child. I parent my inner child ازاي؟ ان انا ابتدي اشوف طيب دلوقتي انا كان ناقصني كذا وكذا وكذا وانا صغيره، ابتدي دلوقتي في حياتي عمليا ادي لنفسي الحاجات دي. كان ناقصني حاجات تانية، حب، كان ناقصني كلمه تشجيع، كان ناقصني حد يساعدني، اعمل نفسي كده. طب انا بعمل نفسي حاجات سيلف كير. يعني ناس كتير تقول طب انا بعمل حاجات بتكلمي نفسك ازاي؟ بتنتقدي نفسك ازاي؟ ايه الناريتيف بتاعك مع نفسك؟ هل بتكلمي نفسك زي ما مامتك كانت بتكلمك؟ بتكلمي نفسك زي ما باباك كان بيكلمك؟ بتحصل. اللي مثلا اجان خليني بس اوضح حاجه في موضوع الاهل يا جماعه، عشان دي برضو حاجه مهمه جدا. الانر تشايلد هيلينج مش الغرض منه ان انا اقول ده انا اهلي عملوا فيا كذا واقعد في حته الفيكتيم وابقى متضايقه على نفسي ولا انا هعوض نفسي ومحدش بيحب. لا خالص، ده مش الغرض منه. والغرض منه ان انا I need to acknowledge my inner child عشان اهيل، عشان الحرب تخلص، عشان to connect with my divine child، عشان اوصل في الاخر لحته البيس والتصالح with everything that happened even with my family. يعني مجرد المعرفه والوعي باللي بيحصل ده بيوصلني للسلام. دي اول ستيب اكيد، يعني دي اول ستيب. بس انا الغرض منها مش ان انا ابقى فيكتيم والناس وحشه واهلي وحشين وبس وانا لازم I have to take care of myself. ان ده برضو كده انا كده بشجع على فكره ان انا فيكتيم. انا مش عايزه ابقى فيكتيم، انا عايزه ابقى empowered. فانا بس محتاجه الاول احس بمشاعري قبل ما ابقى empowered. فانتي في الاول بتحسي بمشاعرك، you acknowledge it، تبتدي تعاملي نفسك زي ما كان نفسك تتعاملي، تبتدي تتكلمي مع نفسك زي ما كان نفسك تتكلمي مع نفسك، وتبقي تشوفي اهلك في الحته بتاعتهم الصح. بمعنى ايه؟ مش هشوفهم مونسترز، بس هم بني ادمين، بس غلطانين، كانوا بالظبط.
اثروا في حقي، ما هو طبيعي. قالوا كلام ما كانش ينفع يتقال، مش عشان هم وحشين ولا مش بيحبوني، عشان هم نفسهم غلط. ممكن يكونوا اتعاملوا بالطريقه دي. ده الاويرنس بتاعهم، دي الطريقه اللي بيكلموا بيها نفسهم، بيعاملوا بيها نفسهم. بس انا عشان بالنسبه لي ده سوبرمان بتاعي، بابايا سوبرمان بتاعي. مامتي وبابايا دول الرول مودلز، اكيد فاهمين اكتر مني، عارفين كل حاجه اكتر مني، فانا I'm very connected لاي حاجه قالوها حتى لو كانت توكسيك. فانا محتاجه افرق، لا يعني it's fine، خدوا what I don't need, you can take it back, take back the beliefs, the ideas, the thoughts, او حتى the version of me that you kind of implanted جوايا اللي هي مش انا. take it back, and yet I acknowledge and thank you and I really appreciate أي nurture وcare وحب that you gave me as well. فهي الفكرة مش ان انا اعمل distance، كرههم زيادة او الومهم، او الفكرة ان انا اقرب، بس اقرب بطريقة healthy. ما بقاش بعمل حاجات مثلا عشان to gain validation from my family، لا. طب ايه اللي بيحصل يعني دلوقتي لما احنا كبرنا؟ بتسمعي كتير مثلا احنا على فكرة كلنا ياما اتضربنا وطلعنا كويسين. ما احنا بيحصل فينا كده، وفيها ايه يعني؟ انا كنت بتشتم، وعلى فكرة احنا اتربينا كده ودي التربية الصح. بصي يا ستي، مبدئيا كده كل واحد فينا عنده sensitivity level مختلفة، وعنده طريقة مختلفة ان هو يشوف الاشياء ويحس بيها على حسب شخصية كل بني آدم. It is very true ان انا ممكن نفس الايفنت يحصل لطفلين، واحد يتأثر والتاني ما يتأثرش. فالتراما مش عامة، مش اي حاجة حصلت لك يبقى كلها هتبقى تراما لينا كلنا، لا. في بني آدم في sensitive child، في الشايلد السنسيتيف قوي، الذكي قوي، الابزرفنت قوي، اللي بيخزن مشاعره وما بيعرفش to let it out، ده بنسبة كبيرة قوي لا طبعا ممكن يبقى traumatized. وفي طفل لا، ممكن اكشلي ما يخزنش مشاعره، لا بيعرف وممكن يكسبرس. يعني مش ممكن يبقى denial؟ لا، ما هو denial ده again denial ده بيبان لما بكبر. ما انا قصدي وانا كبيرة، وانا بقول كده وانا كبيرة. الدينايل ان هو مش عايز يفتح الجرح، لا، وان احنا ان احنا اتضربنا وكنا كويسين. ماشي، ما اتضربنا وكنا كويسين دي انا ام invalidating اللي ما مش كويس، فده انا ام invalidating someone else، يبقى انا ممكن ابقى in denial. بس it is true ان في ناس مش لازم برضو، عشان خلي بالك ان في برضو مشكلة دلوقتي في الهيلينج ان احنا كل حاجة بقت تراما. وكل حاجة لا يا جماعة، هو كل بني آدم في حاجات فعلا traumatizing for him، بس وفي حاجات لا، ومش كل بني آدم زي التاني. بالظبط. فما ينفعش ان احنا يبقى لازم كل بني آدم هو عنده رحلة مختلفة عن التاني. يعني ما ينفعش ان انا مثلا الاقي كل الناس بتعمل يعني بلاقي ناس كده على فكرة. أيوة. في ناس راحوا بيعملوا هيلينج، راحوا لثيرابيست، كوتشز، مش عارفه ايه، اصحابهم يقلدوهم موضة، فيقنعوا نفسهم برضو ان او ممكن ما يكونش في حاجة. فاهمه قصدي؟ فلا، هو كل واحد عنده الجيرني بتاعته. الدينايل ده اللي بتكلمي عليه ده، البني ادم اللي هو مش عايز يحس بمشاعر خالص، دي السيمبتومز بتاعته، ان هو مش عايز يحس بمشاعر خالص. لما بيشوف مشاعر قدامه اصلا بيتعصب. لو لقى حد قدامه بيطلع مشاعر قوي، exaggerating اي حاجه، بيعيط جامد، لقاه شويه مش بيعمل اكشنز معينه، بيبقى متضايق، بيبقى triggered كده، عشان هو مش عايز يفتح الحته دي جواه. مش عايز هو او هو قافلها بس مش شايفها. ده برضو محتاج هيلينج، ده بيكون ده محتاج هيلينج whenever he's ready. يعني you cannot force it on him. يعني الجيرني بتبدا بان انا خلاص بروح للانر تشايلد، بتعامل معاه، started to heal، وبجد انا بدات هيل. بس انا عايشه في الحياه في الدنيا ريليشن شيب، ودخلت جالي بقى واحد بالانر تشايلد بتاعه، جاب لي مشكله تانية، ازمه تانية انا محتاجه اتعافى منها تاني. اعمل ايه؟ بصي، هو عامه الناس اللي جايه لنا مهمين جدا في العلاقات. طيب انا دلوقتي عملت الانر ورك، I acknowledge my inner child، بقى في شويه تصالح مع اللي حصل لي، و I have empathy and I'm parenting myself. طيب انا محتاجه بقى تدريب عملي. عايزه بقى يعني لا، محتاجه تدريب عملي. ما هو بيجي عن طريق العلاقات، ما لازم يجي حد يترجمني to test me. بالظبط. ولازم اقع في الاولد باترنز بتاعتي، ولازم الاقي الانر تشايلد تريجرد وطلع. بس ده again for the sake of ان انا to heal. ما انا في جزء من الهيلينج يا جماعه ما بيحصلش غير with practical work، ان انا اتعب وابقى تريجرد واقع تاني
واقع في باترن تاني عشان ابطل اعمله. عشان افهم التغيير اللي انا عملته الفتره اللي فاتت ده قد ايه منه حقيقي فعلا، وقد ايه منه لا I need to redo it again. في حاجات تانية محتاجه layers تانية محتاجه ادخل فيها. خلي بالك الهيلينج بيحصل it's not linear، وهو مراحل، وهو كل شويه بيحصل لك shift ما بيخلصش. بصي يعني بنسبة كبيرة قوي طول ما احنا عايشين على الأرض دايما هيبقى فيه process of growth and healing و awareness بيزيد، ده الطبيعي. بس هي الفكرة ان انتي مع كل shift you become much stronger، بيبقى عندك tolerance أكتر للups and downs، بيبقى عندك tolerance أكتر حتى للمشاعر اللي انتي ممكن تحسيها اللي تعباكي. يعني pain مش وحش زي ما احنا فاكرين يا جماعة. البين ده in a way هو بيعلمنا، هو بيساعدنا ان احنا نبص على حاجات احنا مش باصين عليها. once ان احنا بصينا عليها وحسناها وفهمناها and we're able to integrate it، بنروح للفيرجن الاحسن اللي انتي بتتكلمي عليها في الاول. بنروح لها. بس هي ما بتحصلش بالعافيه، وما بتحصلش بان انا اغرق في مشاعري واقعد اعيط وابقى فيكتيم، وما بتحصلش باكشن بلان برضو. it has to be a mix of both. يعني لازم يبقى فيه وقت ان انا قاعده لوحدي بحس باللي انا حاساه. I'm reflecting on myself. I'm reflecting انا عملت ده ليه وما عملتش ده ليه. I'm reflecting على العلاقات اللي دخلتها التوكسيك، الحاجات اللي ممكن اكون عملتها فيها تدمير لنفسي. I'm reflecting on all of this. احس بكل الوجع اللي انا محتاجه احسه، احس بكل الانجل اللي انا محتاجه احسه، احس بكل حاجه لغايه لما اروح لحته خلاص الاكسبتنس، السكون. ساعتها اروح للعالم المادي. انا انتجريت. انا محتاجه الاثنين، محتاجه التو فيزز دول، مش واحده بس. اي واحده بس I'm not gonna heal. طب معلش هنا انتي قلتي انا محتاجه ارفلكت، محتاجه اقعد اشوف. هل ده معناه ان انا جزء من يومي لازم يكون فيه انا بقعد افهم كل موقف حصل لي وانا حسيت بايه وحصل لي ليه وتعاملت معاه ازاي؟ انا لازم اعمل ده؟ لا بصي يا يسرا، الهيلينج جيرني ما فيهاش لازم. مش هيلينج. هل ده جزء مني كبني ادم ان انا لازم اقعد اراجع نفسي، اشوف انا الموقف ده حصل لي، انا اتنرفزت قوي فالتريجر ده عندي ايه، انا عيطت، انا ده وجعني؟ ده مفيد اصلا للانسان عموما؟ مفيد طبعا ان انت تبقي conscious. هي حاجه اسمها conscious. I'm being conscious of my emotions, of my triggers. انا مثلا في very important tools مثلا بنستخدمها لما البني ادم مش عارف يتغلب على الافكار السلبيه، ان انا ابتدي اكتب على الافكار دي وابتدي اشوف طيب انا دلوقتي الفكره دي جات لي بسبب التريجر ده، ان انا رحت المكان ده، شفت الشخص ده، طيب الفكره دي محتاجه ايه؟ طب what if I have an alternative thought؟ لو انا عندي فكره وشفت الموضوع من برسبكتيف اخر، احساسي هيبقى ايه، الاكشن هيبقى ايه، البيهيفير هيبقى ايه. فانا محتاجه انا محتاجه some sort of self reflection. بس again وساعات محتاجه ما اعملش اي حاجه. فعلى حسب انتي محتاجه ايه، على حسب انتي كبني ادمه محتاجه ايه. خلي بالك احنا برضو، ومعلش الكلام ده هقوله للستات ان سبيسيفيك، احنا لازم نفهم ان الستات الجهاز العصبي بتاعها مختلف عن الرجاله كمان. فالستات مش دايما موضوع التو ليست بينفع معاها خالص. ست مختلفه. الست ساعات محتاجه ما تعملش حاجه بجد، محتاجه تو اكسبرس، محتاجه كرييتيف اوتلت. وساعات تانية لا، هي محتاجه تعمل انرجي اوف بيرث، وست عندها amazing powers of birth، رحم، كل الكلام ده. ومحتاجه اوقات تانية ان هي ما تعملش حاجه خالص. ففكره ان انا الهيلينج يا جماعه مش تو دو ليست. الهيلينج احنا بنقول الستبس، ومهما قلت لك الستبس بتاعتها انت يسرى while you're going through this journey you need to trust ان ربنا هيوديكي في الاماكن ويعرفك على الناس whether هيضايقوكي هيساعدوكي. الاتنين بيساعدوكي، حتى اللي بيضايقوني. طبعا حتى اللي بيضايقوكي. يعني مثلا في نتكلم مثلا على النرجسيين دلوقتي، كل الناس بتتكلم عن النرجسيين. كل الناس بقت نرجسيه للاسف، واحنا كلنا ناس صفات نرجسيه على فكره، كلنا. ما ده انا بقوله كل الناس. فمثلا الشخص النرجسي believe it or not ما بيدخل حياتك وبيساعدك جدا. ازاي؟ بتحبي نفسك. عارفه اللي هو فكره ان انا I need to love myself. انا زهقت من احساس ان انا مدمنه لاحساس معين بيحطني فيه الشخص النرجسي، اللي هو انا اللي ههيليو بس انا اللي هسمك، انا اللي ههيليو وانا اللي هسمك، الاون اند اوف. انت بتبقي مدمنه الحاله دي، مدمنه ان هو محسسك ان هو الكير تيكر والحب وكل حاجه،
مع انه هو في نفس الوقت لا هو اكشلي هو اللي مديكي السم. فانا خلاص انت هوك طانت مدمنه الحاله دي، مش حاسه بامباورمنت، حاسه ان انت ما تعرفيش تطلعي بره ده. فانا لما ببتدي اطلع بره ده ببتدي اشوف هطلع منه ازاي؟ ما انا محتاجه واحد نرجسي يعمل فيا ده عشان ازهق، عشان ابتدي استغنى، عشان ابتدي اقول لا انا I need to get my power back. لازم ابتدي فعلا احب نفسي. بس انا ده mindset مستغنيه تاني خالص، ده انا mindset مستغنيه تاني. ده طبعاً. مايند سيت تاني خالص، طبعا. وسيلف اويرنس ليفل عالي قوي. ما هو مش هيحصل بالكتب، ومش هيحصل بان انا اخد كورسز، ولازم يحصل بان انا ادخل في علاقه كده. مش هتحصل any other way خالص. ولازم يحصل بان انتي قلتي جمله حلوه قوي، ان انا كل شخص بيخش حياتي سواء ضرني او فادني هو فادني. طبعا طبعا. سواء وجعني او فرحني هو فادني. طبعا. انا عايزه اقول لك على حاجه، البني ادم كل ما يبقى هيلد ويبتدي يهدي النيرفس سيستم بتاعه ويبتدي يعرف يدخل نفسه في حاله السكون اللي هو محتاجها، هيبتدي يفهم اكتر ان هو البني ادمين ما عندهمش السلطه الرهيبه قوي ان هم يزوكي زي ما انت فاكره خالص. طبعا في بني ادمين اكيد مؤذيين، اكيد. انا مش بتكلم عن الناس اللي هم مؤذيين، انا بتكلم عن الناس اللي هم ممكن يبقى عندهم توكسيك تريتس، عندهم مشاكل، عندهم inner child wounded برضو زيك. ما احنا بنأذي بعض من غير ما نحس، كلنا بنأذي بعض من غير ما نحس. بس انت كل ما الاويرنس بتاعك بيزيد، كل ما انت مش dependent على الاخرين ان هم يحسوكي باحاسيس معينه، كل ما انت الانر تشايلد بتاعك الوندد مش dependent على الاخرين ان هو يعوضه بطريقه معينه، كل ما انت بتبقي مش فاضيه من جوه، يو فولفيلد من جوه، عارفه قيمتك الحقيقيه اللي ربنا خلقك بيها. محدش عنده القدره ان هو يأذيكي. هي دي الحقيقه. احنا بنحط نفسنا في مواقف بتأذينا. احنا يس. يعني مثلا هقولك على حاجه، انا مثلا في العلاقات بالذات في موضوع العلاقات، فكره مثلا اصل هو طيب فانا ممكن اساعده، اصل هو مثلا مش خايف من الارتباط بس انا هصبر عليه، I can fix him. عارفه كلمه I can fix him دي؟ طيب ما هو مفيش اي حاجه تقول لك ان الراجل ده is ready to commit to you بطريقه healthy. مفيش اي حاجه مثلا تبين لك ان الراجل ده is willing to give you a very partnership with a healthy experience فيها اتنين healed، او مش هقول لك healed يا ستي، فيها اتنين they're partnering in life من غير insecurities، من غير unmet needs هي اللي مسيطره على العلاقه، من غير fears. مفيش حاجه تقول لك كده. انتي اخترتي تدخلي في العلاقه دي ليه؟ بس انتي بتقولي هو ظروفه مش كويسه فانا هساعده، هو عايز مش عارفه ايه فانا هعمل له. ماشي، انتي مين؟ انتي ست بتاعته، انتي البارتنر بتاعته، انتي مش الريسكيور، مش الهيلر. انتي ربنا لما خلق الست والراجل خلقهم ليه؟ ما احنا لازم دايما نرجع للاصل. احنا لو رجعنا للاصل هنرتاح. ربنا خلق الست والراجل والجواز ليه يا جماعه؟ سكينه. وخلقها نبقى سكن، احنا سكن لبعض. طب انا ينفع ابقى سكن وانا مضطريه ان انا اقفل الفيمينين انرجي بتاعتي وابقى ماسكلين وابقى هيلر عشان اعرف ان انا اهيل البارتنر بتاعي؟ مفيش حاجه اسمها كده. دي مش علاقه. العلاقه الحقيقيه ان انا عندي ست وراجل عندهم مشاكل طبعا، وعندهم وونز اكيد، وعندهم كل حاجه، بس كل واحد بيشتغل على نفسه، وكل واحد واخد دوره. كل واحد واخد دوره. دور الراجل زي ما هو لما ربنا خلقه، دور الست زي ما ربنا خلقها، وكل واحد فيهم عامل دوره. بنسبورت بعض، بنشجع بعض، بنشالنج بعض ساعات برضو. بس ما فيش حد تينا، ما فيش فكرة I'm okay or not okay. لا، دي مش علاقة healthy. خلي بالك في 3 أنواع من العلاقات احنا ساعات بندخلهم من غير ما نحس كده. 2 منهم you will never be fulfilled فيهم. هم ايه؟ I'm okay or not okay، اللي هو انا الريسكيور، انا هحل، المهم انت تبقى كويس، انا هظبط، اتس اوكي، انا هظبط لك حياتك، اصل انت مش قادر، اصل انت مش عارف. ده كتير قوي طبعا، ده معظمنا طبعا. احنا عندنا كونديشننج كلنا. عشان كده نسبه الطلاق عاليه جدا جدا. عشان كده في مشاكل جدا في الانستتيوشن بتاعه الجواز. طيب، او I'm not okay you're okay، انا victim، ساعدني، انا مش عارفه اعمل، انا ما عنديش وانت اللي عندك. again ده برضو is not healthy.
احلى علاقه واكتر علاقه healthy is I'm okay you're okay. احنا الاتنين we're okay، وكل واحد فينا accountable للحاجات اللي هو he should be accountable فيها، بس في نفس الوقت كل واحد فينا له دور مع التاني as well، له حقوق مع التاني، وده مش غلط برضو، بس ابقى بعمل الحقوق بتاعتي كست. يعني انا كست المفروض اعمل ايه مع جوزي 1 2 3 4 5، مش كراسكيور، مش كهيلر، مش كمامته. الام دي يعني مش عيب ان انا اطلع الام لجوزي مثلا، ومش عيب ان انا اطلع البنت لجوزي، بس دول الادوار الثانويه، في مش ناس الدور كتير بيبقى الاساسي. الدور الاساسي مش الدور الاساسي. الدور الاساسي هي الست، وصدقيني الست لوحدها is very powerful. وانا لما ببقى ست هو بيبقى راجل، وهو اللي بيبقى راجل انا ببقى ست. فساعتها بنحس ان انا بنحس بسكون في العلاقه اكتر، بنحس بالسكينه اللي ربنا قال عليها. هي دي السكينه بقى اللي ربنا قال عليها، وده البيربس اوف ان ربنا خلق راجل وست. الانستيتيوشن دي اصلا. طب هل ده معناه دلوقتي ان مفيش فرص تانية؟ يعني حد يعني احنا حد غلط خانها، ايا كانت الريليشن شيب دي، حصل اتبدلت الادوار مره، او في ظروف ما استحمليني فيها، مفيش ده في العلاقات؟ لا في طبعا، على حسب. انت مثلا لو انت مش متجوزه غير لو متجوزه. لا طبعا لو متجوزه، لو اللي قدام البني ادم اللي قدامك مبين نيه حقيقيه ان هو عايز تو فيكس ذس، واخد ستيبس towards it، وحتى لو الستبس بطيئه جدا. يعني انا ممكن اسامح واحد، يعني ممكن 2 متجوزين هو خانها وهي موجوعه قوي قوي بالخيانه دي، بس هي عايزه تديله فرصه تانية. ده صحي ولا مش صحي؟ بصي ايان على حسب كل علاقه وكل شخصيه. مبدئيا اول حاجه لازم اعرف البني ادمه دي الفاليوز بتاعتها ايه اصلا، الكور فاليوز بتاعتها اللي هي ربنا خلقها بيها. في ناس الكور فاليوز بتاعتهم لويالتي، فلا هي دايما هيبقى عندها مشكله. دي ما ينفعش، دي لو اتخانت مهما جت على نفسها يبقى عندها مشكله. وفي على فكره لويالتي اكيد كلنا عايزين لويالتي، بس قصدي ان احنا عندنا في كور فاليوز انت من غيرها your life will not be fulfilled. في ناس مثلا ممكن تبقى الكور فاليو بتاع الفلوس، فهي مثلاً مش هتقدر تسيبه مثلا. الفلوس اهم، الستابيليتي اهم، اي حاجات تانية اهم مثلا من اللويالتي هتيجي نمبر 10 مش في التوب 5. فعلى حسب كل ست ايه الفاليوز بتاعتها، ايه الريكويرمنتس بتاعتها بتاعت العلاقه. الريكويرمنتس دي يا جماعه في العلاقات دي من غيرها احنا we will never be fulfilled never. ودي مهمه جدا ان احنا نعرفها جداً. قبل. احنا اصلا مش عارفينها، انا ما نعرفهاش طبعا قبل. طبعا البني ادم بيدخل في علاقه بنخش بقى ونتفاجئ ايه ده لذيذ، ايه ده عاجبني، ايه ده الحاله جاهز. مش عارفه ايه جاهز باكج. مامتي قالت لي كذا شبه كذا، بس فين الريكويرمنتس بتاعتك اللي انا عايزاها؟ انت اصلا ما تعرفهاش. فبتلاقي نفسك بتتخانقي طول الوقت مثلا مع جوزك وانت اصلا مش فاهمه انت بتتخانقي على ايه. يعني انت اصلا في حاجه جواكي ناقصاكي، انت نفسك you're not connected بيها. فاهمه؟ فانا محتاجه اعرف الريكويرمنتس الاول، عشان انا الريكويرمنت بتاعتي ان انا I need my partner to be loyal، مهما حاولت مش هسامح اسستم نفسي هبقى متضايقه. دايما في حته جوايا تبقى مكسوره، الست اللي جوايا تبقى مكسوره، فدايما هيبقى في جاب في العلاقه. طيب اكتشفت ان انا الريكويرمنت بتاعتي لويالتي، بس انا برضو مش عايزه اتطلق، خلاص يبقى انا لازم ابقى تو اكسبت ان ده اخري في العلاقه. فاهمه قصدي؟ خلاص يبقى انا عارفه ان انا داخله العلاقه دي وهفضل مكمله فيها، وهيفضل دايما عندي حته فيها مكسوره، حته فيها فراغ. ابقى عارفه، بس ابقى عارفه، تبقي عارفه عشان ما يجيلكيش فولس هوب. عشان خلي بالك when you have false hope ده بيضايق اكتر، ان انا ابقى عندي expectations ان هو ممكن يتغير، وفولس هوب وانا اللي قدامي ما ورانيش اي نيه ان هو بيتغير خالص، وانا on the other side requirement بتاعتي is loyalty، وقاعده مستنيه 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 مستنيه. لا ما تستنيش. لو انتي ستي مش قادره ما تطلقيش، بس ما تستنيش. عارفه لو اكنك تستعوضي ربنا الموضوع ده. انا بكلمك ده في اضعف الايمان، عشان اجان انا ما اقدرش. قرار الطلاق ده مش قرار سهل، لا طبعا، بس لا تسي ان انتي قادره. جوزك مثلا قرر ان هو يتغير ياخد ستابس، طيب وانتي شايفه ان هو في حاجات تانية في الريكويرمنتس بتاعتك موجوده فيه مهمه برضو، حلوه قوي. طيب وهو اداكي نيه حقيقيه ان هو هيتغير، ماشي اتغير، بس يكون بيعمل ستابس. اي ستابس
عارفه ان شاء الله تكون ستيب بطيئه جدا بس يكون بيعمل اي ستيب. دايما بنقول يا جماعه في الهيلينج احنا مش مستنيين الترانسفورميشن اللي هو 100%. انا مستنيه كل شويه gradual change خطوة. consistent 10% في 10% في 10%. ما هو في الاخر بيعمل تغيير فعلا significant. بس اشوف ده. طيب او انت اصلا ما عندكيش اصلا الفاليو الرهيب بتاع اللويالتي. في ستات كده في ستات كده. فانا ما اقدرش يعني حتى لما بتجيلي ست عندها مشاكل مع جوزها تقولي الصح اعمل ايه، قلت لها اعرف الاول الصح بتاعك ايه. الصح بتاعك ايه. فدي حاجه. تاني حاجه بقى هنروح للصح برضو بتاع ربنا. لازم دايما اروح للصح بتاع ربنا. ايه حجم الاذى النفسي؟ كبير طبعا. حلو قوي ماشي. طيب هل الاذى النفسي ده منعني من انا تهيل؟ وخلي بالك ودي حاجه مهمه جدا جدا جدا، انا لو وجودي مع جوزي منعني ان انا تهيل فانا مش عارفه تكونكت مع ربنا كمان، يبقى لا، ان جوزك اهم من ربنا. وده بتحصل كتيره قوي ان انا كده اكني اخترت جوزي فوق ربنا. ما انا في جزء يا جماعه احنا ليه بنهيل على فكره؟ ما ان احنا when we connect with ourselves with the inner child with wounded part and we connect with the divine part قلبنا بيتفتح اكتر we're able to receive اكتر we're able ان احنا حتى تكونكت مع ربنا اكتر. بنحس بربنا اكتر، بنحس بحقيقتنا اكتر. طيب انا لو مش عارفه اعمل ده خالص، مش عارفه تهيل بسبب ان انا عندي اذى نفسي مستمر. وخلي بالك ما انا لو انا بعمل كل inner work والhealing work بس انا في بيئه غير امنه I will never heal. مهما عملت. ما ده اللي انا كنت بقوله في اول الحلقه، مهما عملت ممكن اهيل وبمر بحاجات كتيره قوي. طيب ما انا لو انا البيئه نفسها سامه يبقى انا مهما عملت حتى لو حصل تغيير هيبقى فاهمه اللي هو تغيير ده انا محتاجه اعمل حاجات كتيره قوي عشان كمان احمي نفسي من البيئه اللي انا قاعده فيها. دي خناقه بقى، دي خناقه فعلا، خناقة طبعا بجد. فانا كده محتاجه افكر نفسي بقى هل اصلا انا كده علاقتي مع ربنا متاثره؟ ده اول سؤال لازم اساله. ما دي اهم علاقه. ما دي اهم علاقه. هل العلاقه اللي انا فيها دي منع عني خير جوايا انا مش عارفه افتحه، منع عني خير عامه اقدر ابقى فيه مع ربنا كمان؟ لا، يبقى كده المشكله اكبر من ان انا يتغير ولا ما يتغيرش. ما انت اصلا مخلوقه ليه؟ انت مخلوقه عشان انت بني ادمه تبقي زي خليفه ربنا في الارض، في الخير، تكبري خير اللي جواكي، تبقي خير مع الناس، وتعبدي ربنا وتعرفي مين ربنا، تكونكت مع ربنا، ترجعي للحقيقه اللي احنا نسيناها لما جينا الدنيا. فانا لو حياتي مش بتوصلني لده يبقى في حاجه غلط. وهتلاقي دايما حياتي مش بتوصلني لده، ستريس، انكزايتي، هتلاقي الحرب اللي جوانا. يعني هتلاقي دايما طول ما انا بعيده، عدم رضا وحزن. بالظبط. طول ما انا بعيده عن ده، عن الجول ده، هتلاقي بيجيلي كل الامراض النفسيه اللي كنت تخيليها. طول ما انا بعيده عن ده، فانا محتاجه برضو يبقى ده جزء من اللايف فيجن بتاعتي. فاهمه قصدي؟ فانا لو مش كونكتد بده، كونكتد بس ان انا عايزه جوزي هيل، this is a very minor goal, a very minor goal. جوزك يهيل ليه؟ عشان انا ابقى كويسه. طيب ما انتي ماشي، ما انا دلوقتي افرضي هو مش عايز يهيل، يبقى انا كده بحاول اتحكم بالعافيه. يبقى I need to flow. ف again this is a very very intense topic قوي. it's not easy خالص. الكلام اللي احنا بنقوله ده ما ينفعش يتعمم على كل الجوازات ولا كل الستات. هي تجربه بتجربه. في جوازات احسن لها ان هي تسيب، وفي جوازات لا، على حسب الست، على حسب الراجل، على حسب الموقف، على حسب قدراتها، وعلى حسب كل حاجه. اجان هرجع واقولك يعني لازم احنا مع نفسنا ما نقلدش حد في الهيلينج خالص. ده مهم قوي اللي انت بتقوليه ده خالص، لان احنا دلوقتي احنا بنسمع ثانيتين من الريل ده، وثانيتين من الريل ده، وثانيتين من هنا. فانا جمعت شويه حاجات. انا هقعد بقى هعمل مديتيشن، انا هكتب، انا هطلع الانر تشايلد، هجيب صوره وانا صغير. بنسمع كل ده. كل ده بس هي الفكره ايه بقى؟ ليه الكوتشنج احنا بنقول ايه؟ بنقول للكلاينت اول ما بيجي بيقولوا انت الاكسبرت. كلاينت از ذا اكسبرت. طب ما هو ربنا خلقك بهيلينج باورز انت كمان. ربنا مديك كل حاجه عشان تعرف تهيل نفسك.
فانا دوري بس ان انا I shed the light on things that you cannot see because your nervous system is not regulated. وانت البني ادم دايما في وسط الانسكيورتيز والفيرز والترaumas بتاعته مبقاش شايف صح. فانا بسلط الضوء على الحاجات اللي انت محتاج تشوفها عشان انت تعرف تهيل نفسك. بس انا اللي مش ههيله، انت اللي تعرف تهيل نفسك مش انا. فاجان الهيلينج جيرنيز يا جماعه البني ادم لازم يثق في نفسه ان هو اللي هيعرف يهيل نفسه. واحنا حد تاني، واحنا تولز، احنا تولز. انا تول، اي حد هتروح له تول، كلنا تولز مش اكتر من كده. ف again انت if you don't tap into your healing powers اللي جواك مش هتعرف تهيل برضو مهما عملت. طب هنا انتي بتعملي رايتنج ورك شوبس yes. وانا بحب الكتابه جدا، وقلتي ان انتي عملتي جورنال صغير بعمله بخلصه دلوقتي. لسه بتشتغلي فيه. ازاي نقدر نوعي الناس او نفهم اللي بيسمعنا اكتب ايه؟ انا حد قال لي افتحي ورقه وقلم واكتبي، انا مش عارفه اكتب ايه. بصي يا ستي، الكتابه دي one of the ways of expressing yourself. فهي again you're giving voice to all the emotions and fears والfeelings اللي انت كنتي حاساها اللي انت ما عرفتيش to verbalize. either عشان ما حدش شجعك تطلعي المشاعر بتاعتك، او either ان انت مش سهل بالنسبه لك ان انت عندك برضو حته البرايفسي، مش سهل ان انا اتكلم قدام الناس. فالكتابه طرق من طرق اللي هو التعبير، زيها زي الرسم زي التمثيل زي اي حاجه. الكتابه انا بعتبرها انت بتعتبري ان الورقه دي is your best friend. الورقه دي is your haven. ودايما البني ادم عشان يكتب، عشان يعرف يكتب، محتاج اول حاجه not to judge اللي هيكتبه. ما يبقاش بيدور على ان هو يقرا حاجه معينه في الاخر، ولا بيدور على quality of كتابه معينه، خطي وحش، اللانجوج، الجرامر، الميستيكس، مش عارفه ايه. اكتب بالعربي، اكتب بالانجليزي، اكتب بالهندي، شخبط، ارسم، في اعمل اللي انت عايزه. في رايتنج تكنيك اسمه برين دامب. برين دامب يعني ايه؟ بتطلعي كل الافكار اللي بتحسي بيها اول ما بتصحي من غير فلتر at all. يعني بيبقى اول لما بصحى، اول ما بتصحي بتطلعي كده انا صحيت من النوم مش قادره اروح الشغل النهارده، تعبانه قوي، زهقان، اي يوم طويل، ايا كان does not make sense. ده بيساعد قوي ان انا بخرج شحنه اي حاجه سلبيه في اول اليوم. it's a stress relief. ده اسمه brain dump. طب ولو ايجابيه؟ بصي لو ايجابيه بقى عندي exercises كتيره قوي. فانتي مثلا على حسب انتي بتكتبي ليه. why are you writing؟ هل بتكتبي for self reflection، ولا بتكتبي عشان انتي عايزه to process حاجه negative that you went throughout the day، ولا بتكتبي عشان عايزه تعرفي نفسك اكتر انتي محتاجه ايه؟ هقول لك انا بسمعه كتير جدا. انا بكتب علشان قالوا لي ان الجورنالينج ده حاجه حلوه قوي وبتريح وبتعرفي نفسك. فانا كل يوم الصبح لازم اصحى اكتب، وبالليل قبل ما انام اقعد كده افتكر في حاجات حلوه حصلت اكتبها. فقالوا لي ان ده بيساعد يعني. طيب مبدئيا ده بيساعد طبعا، بس اجان انا بس حاسه ان قالوا لي دي. مين اللي قالوا لي؟ قالوا لي. ما بس انا بصي انا بقول لك النهارده ان انا حاجات كتير قوي بسمعها. اوكي وبسمعها. طيب. اجان هو طبعا الكتاب بتساعد قوي، بس انا لازم اكون عندي وانا بكتب انا عارفه انا بكتب ليه. هل انا بكتب عايزه اخرج مشاعري وخلاص؟ هل انا بكتب عشان I want to process حاجه معينه؟ هل انا بكتب عشان انا مثلا في حاجه نيجاتيف انا محتاجه to go through it في مكان امن اللي هو الورقه، مش قادره اتكلم فيها مع حد الاول، مش قادره افتح مع حد؟ انا بكتب ليه؟ ففكره ان انا عشان ناس كتير قوي عارفه ليه انا بقول لك ليه. عشان ناس كتير قوي تقولي انا بيقولوا لي اعمل جورنالينج وكتبت بس ما ارتحتش. ايوه في ناس كتير من الكتابه خالص ما ارتحتش، او ما عرفتش اقول ايه، او ما حسيتش حاجه، او اتوجعت اكتر. او اتوجعت اكتر. بالظبط. ليه بقى اتوجعت اكتر؟ ان انا محتاجه ان انا لو بكتب على حاجه تروماتيك او بكتب على حاجه بالنسبه لي كانت مؤلمه قوي، محتاجه اقفلها في الاخر، اقفلها بريفلكشن. يعني مثلا انا كتبت على حاجه مثلا فور ده حاجه ليها علاقه بالانر تشايلد، حصل موقف كذا كذا في الانر تشايلد، حسيت بكذا، مامتي عملت كذا، بابايا عمل كذا. محتاجه بعد ما اخلص الكتابه دي and I feel my feelings and the scene بال5 senses بكل حاجه، محتاجه ان انا اقراه تاني from an outsider perspective واكتب reflection من بره. now I know. مش انا كأني قاعده بقرا الكلام اللي بنتي دي كتبته. now I know, now I feel, now I will. فانتي كده عرفتي تعملي closure اللي انتي كاتباه. فاهمه؟ فعرفتي تودي نفسك في المساحه الامنه.
فانتي محتاجه ده. انا بعمل ايه بقى في الرايتنج سيركلز؟ رايتنج سيركلز دي يعني بالنسبه لي هي جت حاجه فيري سبونتينيوس، ان انا وقت الكوتشنج سيشنز بتاعتي كتير قوي لما كنت بلاقي حد جاي في الاول بالنسبه له صعب شويه ان هو يفيربلايز احساسه، فكنت ساعات بحس اللي هو طب انا هبتدي معاكم شويه برايتنج اكسرسايز، طب اكتب وانتوا قاعدين معايا. فلما بيجوا يكتبوا احنا ما كناش فاكرين ان احنا هنكتب ده، اما كناش فاكرين ان احنا عارفين هنعرف نقول الكلام ده. فلما بيجوا يكتبوه بيحسوا ان هم ايه ده، انا I'm able to verbalize اكتر اللي انا حاسه، وبنبتدي بقى نرفلكت on it ونعمل بقى the entire session based on اللي هم كتبوه ده في الاول. فابتديت افكر طب ليه ما اعملش writing circles يبقى فيها ناس كذا حد، مش حد واحد بقى، مش sessions one on one، هم كلهم بيعبروا بنفس الطريقه. they're sharing فإن a way برضو it's very therapeutic. ان collective healing يا جماعة عبارة عن سحر. يعني ايه؟ يعني I call myself في الحاجة زي كده ان انا facilitator. انا بس جاية I'm providing you the questions بالسيكونس بتاعها، المكان الآمن. الانرجي بتاعتي لازم تبقى vessel، ما ينفعش الانرجي بتاعتي تبقى dominant ولا teacher ولا expert ولا coach ولا اي حاجة. I'm a facilitator who's giving you a very safe space and I'm moving my pace معاكو. مهمة قوي. وانتو you are in a healing experience, you're just having empathy كلكو مع بعض. you're writing, you're sharing, you're reflecting in a very safe space. وعايز اقولك يسرا بجد اللي بيحصل جوه السيركلز دي is magic. اولا الناس اللي بتيجي دايما بيبقوا متظبطين مع بعض energies wise, traumas wise, مشاكل wise، بجد بيبقى فيهم حاجات كتيرة جدا جدا. عايزه اقول لك الريفلكشنز اللي هم حتى الانسايتس لبعض عامه مش محبذ قوي ان حد يدي ريفلكشن لبعض، بس for some reason من كتر ما هم بيبقوا كونكتد جدا وقتها وعندهم امباثي رهيبه ببعض، هم نفسهم بيبقوا هيلينج لبعض. وخلي بالك برضو اجان احنا ليه الهيلينج صعب او احنا ليه مش عارفين تو هيل؟ عشان احنا حاسين احنا لوحدنا، مفيش حد زينا، مفيش حد حاسس اللي انا حاسه، مفيش حد فاهمني، مفيش حد حاسس بيا I'm alone. فالاكسبيرينس دي لوحدها للجهاز العصبي بتاعنا is very healing. بتطمني ان في حد زيي وفي حد حاسس. وده حاجه من الحاجات اللي بتهدي الشيم. لو انت عندك شيم مثلا، لو انت عندك جلد ان انا I don't feel guilty ان انا I feel this way، ما عنديش شيم ان انا حاسه بالنقص ده او بالانسكيورتي ده في ناس زيي قاعدين معايا they're accepting me, they have empathy ليا وقاعدين معايا في نفس الحتة. and the pen and the paper is the tool for them to have this kind of connection. ولازم طبعا الأسئلة تبقى بسيكونس معين أكيد. يعني أنا ما ينفعش أبتدي أول سؤال بفتح في حتة ديب قوي، حتة وجع قوي. وsometimes بندخل حاجات collective exercises عشان برضو to build this kind of connection عشان يحسوا إن هما واحد. فالرايتنج سيركلز عامه اتس فيري ثيرابيوتيك، وبيحصل كتير قوي ان الناس بتطلع منها بتبتدي تكتب خلاص هم عارفين هم محتاجين يكتبوا في ايه، عارفين الكتابه بتفيدهم ازاي، عارفين already اخدوا تولز وتكنيكس. عشان خلي بالك ثيرابيوتيك رايتنج بيبقى فيها تولز بتساعدك ان انت تطلعي زي ما انت قلتي طب انا مش عارفه اكتب ايه، طب انا اتضايقت اكتر، طب انا مش عارفه اوظف اللي انا عايزه اقوله ده ازاي. فبديكي تولز وتكنيكس اللي هو ايه اكني I'm luring your emotions and your thoughts into coming from اللي جوه للي بره. فاهمه قصدي؟ فده اللي بيحصل في مثلا في الثيرابيوتيك رايتنج. يعني دي تول من ضمن التولز في الهيلينج. يس دي تول مهمه جدا، وبرضو بتتراوح مع في ناس بالنسبه لها التول دي is number one. زي مثلا انا بالنسبه لي writing is my healer. انا من اكتر الحاجات اللي بتخليني بعرف to express is writing. مع حد تاني لا. فاجان عشان كده بقول لك انا نفسي بس الناس ما تفرضش على نفسها اي حاجه. you need to be an expert in your therapeutic list. This is very important جدا. طب انا وصلت on my way in healing ووصلت لحته حلوه قوي وحاسس peace وgrounded. اكمل ازاي؟ لو انتي حتى وصلتي للسكون and you're grounded وكويسه كملي. هستقبل الحاجات التانية زي انتي قلتي يعني اتعرض يعني اي حاجه هتوجعني تاني هتضايقني تاني هفتكر حاجه تاني. في بقى طريقه بعد كده بعرف اتعامل مع الكلام ده؟
ما انتي اللي انتي توصلي لمرحله السكون خلاص انتي اوريدي خلاص بقى عندك ثيرابيوتيك ليست، بقى عندك conscious awareness، اوريدي فاهمه التريجرز بتاعتك. على فكره احنا we will always be triggered يا جماعه. هو مش الحل ان انا عارفه لو اكني عايزه اقطع حته مني، بس انا ببقى عارفه بقى لما بوصل للمرحله دي ببقى عارفه بالظبط ايه اللي استفزك قوي كده، ضايقك قوي كده بالظبط. يعني عارفه انا لما بتجيلي كلاينت مثلا بتقولي بصي انا مبسوطه قوي ان انا بدل ما كنت بقعد اتخانق مع جوزي وخلاص، بعد ما بتخانق معاه بقعد مع نفسي واروح مثلا اقول له طب خلاص انا زودتها عشان كذا كذا. ده بدايه الهيلينج على فكره. ايوه ان انت يور اوير اوف الايموشنز بتاعتك طالعه من ايه بجد، الحته الحقيقيه اللي طالعه منها ومنه هو كمان. وطبعا طبعا بيحصل مواقف وممكن انت لو سمحت بتقولي كلمه بتريجرني فممكن تتكلم معايا بطريقه مختلفه كده. يعني ده اجان ده بدايه الهيلينج، ان انا ابقى aware of what's happening inside my body, inside my mind, ابقى فاهمه كل ده، ابقى in sync with what's happening. I have this connection. فهي الفكره كلها انا لو وصلت لمرحله السكون الحقيقيه الحقيقيه، ودي برضو حاجه مهمه قوي، ان انا ممكن اعيش في delusion. خلي بالك ما انا لو قفلت كل الحاجات اللي بتريجرني، قفلتها كلها بعدت عنها وقعدت اعمل حاجات بقى spirituality بس، ودي برضو عارفه اللي يقول لك التيرم بتاع toxic spirituality، انا هبقى روح بس، انا عايشه كده I'll just connect with my soul، وانا قفلت كل التريجرز بتاعتي كلها، I'm not integrated في المجتمع، ماليش دور. لا انا كده بهرب انا كده بهرب. لا هو السكون ده الحقيقي بيجي ان انا I integrate عرفت واعرف ازاي في الانتجريشن وانا تريجرد وتعبانه ومتضايقه اوصل للسكون الحقيقي، مش delusional حقيقي. فانا ان انا عرفت وصلت لده، اكيد انا عندي خلاص، انا عندي conscious awareness، عندي tools، عندي techniques، عندي know how of myself and the world، وعندي نظره اكبر للاشياء، بعرف اشوف كل موقف من a bird eye view from a bigger perspective not my wounded child perspective. خلاص wounded child مش هي اللي مخلياني اشوف الدنيا بالطريقه دي ولا اتعامل بالطريقه دي. خلاص نطلع بقى في divine child هو اللي بيتحكم فيا دلوقتي، هو اللي بيساعدني، هو اللي بيديني intuition، بيديني creativity، بيinspire me. احنا ما اتكلمناش على divine child خالص. ما هو الديفاين child ده احنا اعتبريه كده ايه، هو الروح in a way، فاهمه؟ بس ليه احنا بنربطه بالinner child؟ عشان وانتي طفله انتي لسه ما اتعملش عليكي اي conditioning، لسه انتي ماشيه بالفطره، فطرتك قويه جدا، بتقولي اللي انت عايزه تقوليه، بتقعي، بتمشي، مش بتفكري منظري ايه قدام الناس، عايزه اخد فاليديشن، عايزه ابقى في ستاتس معينه، عايزه ابقى في فماشيه بالفطره. فعشان كده اتس فيري كلوز لروحك. عشان كده اقول لك دايما الاطفال عندهم ويزدم غير طبيعيه. بس ساعات تلاقي بقى طفل كده انت قاعده معاه راندم يقول لك جمله أيوة. او انسايت، تبقي مش مصدقه ان الطفل عنده الانسايت ده. ما هو ده الديفاين ويزدم. فالانر تشايلد هو له عارفه في كأنه في سر روحك، يعني نرجع لفطرتنا. يس اللي انت بتحبيه، الباشن بتاعك، الابيليتيز بتاعتك، السترينث بتاعك، التالنتس بتاعك، ما كل ده موجود في الطفل. الطفل اللي موجود ده كان فيه كل الحاجات دي، بس للاسف ما كانش عنده مساحه امنه ان هو يكسبرس ويبراكتس ويحسها. فقرر ان هو يقفلها ويعمل شخصيه تانية تبقى محبوبه اكتر فيحس بامان، عشان يحس بالامان. يس. انتي قلتي ان الكتابه تول حلوه قوي وشرحتي ورك شوب منهم. اكيد في ديفرنت ورك شوبس كتير او مختلف، في اكيد في تولز تانية ممكن تساعد، وانا عارفه ان ده مش بيمشي مع كل الناس. بس ايه تاني تip ممكن تساعدني؟ بصي يا يسرا، في الهيلينج جيرنيز بجد انتي محتاجه كل التولز اللي ممكن تخيليها، وكل بني ادم بيحتاج تولز مختلف. يعني ساعات انا محتاج مثلا somatic work، this is very important، ان انا ابقى aware of اللي بيحصل في جسمي، ده ابقى very connected لجسمي، لنفسي، لكل الكلام ده، اعرف اخرج المشاعر الريبرست في جسمنا. ف breathing مثلا، breathing is very important. you need to breathe, you need to connect with your body, you need to do somatic work, you need to move certain kind of movement, certain kind of flow. فدي حاجه مهمه قوي، it's a very important tool. طبعا كل spiritual tools اللي احنا عارفينها، spirituality whether بقى ليه علاقه بعبادات، ليه علاقه ب how you like to connect with God، اي activity that gives you peace، اي activity سهل توديكي في حاله السكون،
you need this for your healing, it's very important, you're feeding your soul. فانت كده اول حاجه you're feeding your body، بتشوفي somatic work اللي انت محتاجه تعمليه، breathing محتاجه تعمليه، even nutrition is very important as well, vitamin deficiencies are very important as well. بعد كده بتروحي لحته روحك، I need to feed my soul as well. ايه الاكتيفيتيز اللي بحس بيها ان انا connected لحته السكون، لحته البيس، الاكتيفيتيز اللي بترجعني لحاله الجوي، الوندر، الكيوريوسيتي، حته اللي عارفه الاطفال اللي هو اعرف المشاعر كلها اكسايتد بالظبط. انت محتاجه ده ازول، مخك محتاجه برضو تنميه، محتاجه تغذيه، محتاجه تشتغلي على الثوتس بتاعتك، ازاي افكر بطريقه فيها جروث مايند سيت مش فيكس مايند سيت، ازاي اخرج بره لو انا افكاري ام ستك في حته معينه، ازاي ابتدي ان انا اتقبل ان في different perspectives ليه افكاري نفسها وكمان الاخرين، ان لا البني ادم اللي قدامي ده في different perspective اللي انا محللاه ممكن يبقى مش التحليل صح. نبطل نحلل اصلا، بالظبط، نحلل نفسنا. اللي انت بتقوليه ده الواحد مش هيبقى فاضي غير لنفسه. بالظبط. على فكره انا عايزه اقول لك على حاجه، البني ادم لو ركز على نفسه اي في الحاجات دي باي ديفولت انت علاقاته كلها هتتحسن، كل حاجه هتتحسن، كل حاجه هتتحسن، فانت مش محتاجه تنقذي حد خالص. يعني في ناس تقعد تقول لي مثلا بالذات في الفيلد بتاع الهيلينج ان احنا نغير العالم يلا ونعمل يلا انتوا يا جماعه غيروا نفسكم، انتوا لو غيرتوا نفسكم، انتوا الطاقه اللي ربنا خلقها بيكم، الاكزيستنس بتاعكم لوحده هيبقى extended to other people لو انتوا من غير ما تعملوا effort، لو انتوا غيرتوا نفسكم. فالموضوع يا جماعه محتاج ان احنا نبقى connected بنفسنا، conscious بنفسنا، نبقى aware of what's happening في مخنا، في جسمنا، في روحنا. are we connected لروحنا ولا لا؟ there needs to be this harmonious relationship, it's very important جدا. هي دي خلاصة، هي دي خلاصة. فهي مش فكرة بقى ان هي مش موداليتي واحدة، هي كذا موداليتي، كذا وكلنا محتاجين بعض، كلنا محتاجين كلنا كلنا. في اوقات البني ادم محتاج يروح لسايكوثيرابيست ويفتح في التروماز ويقعد ولايرز وجريف وتعب، وفي اوقات لا هو محتاج لا يروح لكوتش حتى لو هيرجعه للانر تشايلد، بس محتاج يروح معاه لقدام، محتاج نفكر في البريزنت مومنت. طب يبدا منين؟ يعني انا دلوقتي انا عارف ان انا اي نيد هيلب، اروح لثيرابيست على طول ولا اروح لكوتش الاول؟ ولا على حسب احسن. انا ما اعرفش حاجه خالص، انا دلوقتي حد بيسمعنا ما يعرفش حاجه خالص. لو انت طبعا في سيفير تروماز، في مشاعر انت يعني مستحيل، لو طلبت منك، انا ممكن اطلب منك مثلا تعملي حاجات for integration او ان انا to elevate your energy، هتبقى pressure عليكي. لا انت كمان محتاجه تروحي لحد تاني، محتاجه تروحي لسايكوثيرابيست، سايكايترست ساعات، ان انا في حته اصلا لا تسمح لي ان انا اعمل اي حاجه. يعني لما اجي اقول لك مثلا حبي نفسك، انت هتعصبي مني. يبقى ممكن نبدا باللايف كوتش الاول، هو اللي هيريفير لو انا محتاجه حاجه تانية. بيجي لي ناس على فكره ساعات بقول لهم لا انتوا محتاجين حاجه تانية، محتاجين حاجه تانية. it's very important ان انا بس على حسب الشخص هو في انهي حته، ان انا to guide في الحته الصح. وممكن على فكره بيحصل ان انا مثلا I refer people to psychiatrist، والسايكايترست بيقول لهم كملوا مع هنا، يعني هديكوا دواء كذا ونعمل معاهم حاجات معينه وكملوا مع هنا، نشتغل مع بعض in parallel. فدي مثلا بتبقى very effective، ودي حاجه مهمه جدا 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 في الهيلينج موداليتيز او في المنتل هيلث عامه، ان احنا يا جماعه لازم كلنا نشتغل مع بعض، لازم نشتغل مع بعض، ان البني ادم محتاج كذا حاجه في اوقات مختلفه. دلوقتي يا هنا معانا لعبه بنختم بيها دايما، هي لعبه سريعه قوي. انا هقول لك جمله وانتي تقولي لي عادي ولا مش عادي. انك ترجعي تفتحي صفحه قديمه بعد ما خلاص قفلتيها، عادي ولا مش عادي؟ لو محتاجه تفتحيها، لو لسه فيها رواسب، لسه بتعمل لك تريجرز، لسه بتعمل لك فيزيكال سيمبتومز، طبعا محتاجه تفتحيها. انك تقطعي علاقه توكسيك من غير ما تبرري ولا تناقشي، اجان على حسب حجم الاذيه اللي في العلاقه. هل البني ادم ده التعامل معاه مش هيودي لكلوجر، فانت محتاجه تعملي كلوجر داخلي مع نفسك الاول، يعني تتصالحي انت مع الجزء بتاعك اللي شو اب ان العلاقه. يس sometimes لغايه لما تبقي ريدي لو انت عايزه تعملي التصالح ده. اوكي. انك تباني قويه وسط الناس بس تنهاري لما تبقي لوحدك، ده ديفنس ميكانيزم. فهو مش عادي، هو مش عادي، بس في نفس الوقت اجان خليني بس اقولك على حاجه مهمه في دي. في سبب ليه احنا بنبقى ان دينايل او بنبريس، عشان احنا واحنا وان دينايل عشان احنا جسمنا
مش هيعرف يستحمل المشاعر اللي الوجع ده مش عارف يستحملها. ف sometimes it is important as well. فعلى قد ما هو مش عادي، بس يمكن ده الصح ليكي في وقتها. اوكي. اخر واحده انك تروحي كوتشنج او ثيرابيست حتى لو الناس بتقولك انتي تمام مش محتاجه. لا انتي محتاجه تروحي طبعا، عشان اولا هما الناس لو انتي مش بتعبري عن نفسك، مش بتقولي اللي انتي محتاجه تقوليه للناس، هما مش هيعرفوا يبقوا جادج صح. دي اول حاجه. تاني حاجه انتي بس قبل ما تروحي تعملي الهوم ورك بتاعك، انتي رايحه مين؟ عشان ما تروحيش لحد وانتي تمام يقولك انتي مش تمام. دي برضو بتحصل ساعات، وتروحي لحد يعرف يجايدي في الحته الصح. بس مبسوطه قوي هنا بالحلقه دي، وبعد ما اخلص الحلقه هروح انا اتكلم مع الانر تشايلد بتاعي شويه. لازم. مبسوطه جدا، ولو في حاجه عايزه تقوليها تختمي بيها اتفضلي. لا انا بس عايزه بس الناس يا جماعه بليز بليز بليز، انا عارفه ان في دوشه كتير قوي في الهيلينج قوي، فالموضوع يا جماعه you need to trust yourself, trust your intuition, trust ربنا, trust ان انتوا لو بتسعوا في الهيلينج ربنا هيبعت لكم الناس اللي هتساعدكم والمواقف اللي هتساعدكم والعلاقات اللي هتساعدكم no matter what. and you need to trust yourself very much and you need to have complete empathy مع نفسكم. يعني خليكوا طيبين ورحيمين على نفسكم. ودي كانت حلقتنا النهارده في بودكاست يبان عادي، واستنونا في الحلقه اللي جايه.